يا جماعة الخير، إذا في أحد المتابعين يستخرج عطور يشوف لنا عطر من الوردة هذه، أول شيء أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه ريحتها كيف أوصفها لكم؟ تعرفون اللي ما تشمها لين تقرب لمها، وإذا قربت لمها ريحتها نظافة. هذه طبعا أنا حوض الورد هذا كله، هذا الجوري الطائفي وهذا الياسمين البلدي ريحته فواحة. عندي ياسمين بلدي وعندي هناك جوري طائفي بعد. حاطه وين؟ تحت درايش الصالة، وانت جالس في الصالة تجيك الريحة فواحة فواحة. وبنفس الوقت هنا عندي شجرة حنة، ترى ريحة شجرة الحنة إذا زهرت ريحتها مو نفس ريحة الحنة. بعض الناس يتضايق من ريحة الحنة، لا 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 لا، ريحتها روعة. هذه شجرة حنة وهذه ملكة الليل. شفتوا الوردة الصغيرة ذي، الزهرة الصغيرة ذي، ريحتها فواحة بشكل مو معقول. بالله ناظروا وتمقلوا. يوم قفلنا الموية عن الورد هذا، شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله. هذا ما نسقيه إلا بالأسبوع مرة واحدة. شوف اللون الموف، بس مرة واحدة بالأسبوع. هذه شجرة توت، هذه الحديقة الخلفية للبيت، هذه الحديقة الخلفية ناظروا. هذا مقفلين عنه بعد الموية مرة واحدة بالأسبوع. هذا جوري طائفي، هذه ياسمين استرالي الشجرة الكبيرة. شوف الحوض كيف إذا قفلت عنه الموية النبتة والزهرة تخاف، بعدين تورد أكثر عشان ترمي بذور أكثر علشان ما تنقطع سلالتها. شوفوا هي نبات تدري، عندها معرفة ردة فعل اللي هو البيئة اللي حواليه.